وفاة الفنان الكبير صوت الأرض ياس خضر في مستشفى مدينة الطب ببغداد عن عمر ناهز 85 عاما، بعد سنين مليئة بالعطاء والإبداع والنجاح. صوتك لن ينسى وسيبقى محفورا في الذاكرة إلى رحمة الله ورضوانه. الصبر والسلوان لمحبيك وعشاق فنك الراقي. السلام عليكم متابعيني ومتابعاتي، نقول لكم آخر الأخبار لهذا اليوم. ما هذا الحزن الذي خيم على قلوب العراقيين هذا اليوم؟ ودع العراقيون هذا اليوم صباح هذا اليوم الشاعر العراقي الكبير كريم العراقي، وبعدها جاء صباح هذا اليوم والتالي وداع صوت الأرض الفنان الكبير ياس خضر في مدينة مستشفى الطب ببغداد عن عمر ناهز 85 عاما، وحيث ولد الفنان ياس خضر عام 1938 ولقب بصوت الأرض. كانت أول أغنية له عام 1963 بعنوان الهدل. بعدها أصدر أغنية أبو زرقة، ثم توالت بعدها أعماله الغنائية، منها ليل البنفسج، إعزاز، تايبين، وكذاب. ونعت نقابة الفنانين العراقية لهذا اليوم رحيل صوت الأرض الفنان ياس خضر الذي وافته المنية مساء هذا اليوم في بغداد أثر مرض عضال، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الجدير بالذكر إن الفنان الراحل لحن له في التسعينيات طالب القرغلي الأغنية البنفسج المعروفة، ومن كلمات كانت الشاعر مظفر النواب، واستمر التعاون مع الفنان القرغلي. وبعدها أتت أغنية مرينا بيكم حمد للشاعر أيضا مظفر النواب، ثم جاءت بعدها أغنية إعزاز للشاعر المبدع زامل سعيد فتاح صاحب الوصف الكبير عندما يقول إعزاز عدنا ومنه ينكر رمش عينه وياهو أقرب من جفن للعين لينا. وكان أداء ياس خضر في هذه الأغنية أداء متميزا، ويظل ياس خضر يتنقل من ملحن إلى آخر ليكون أداء حنجرته، فيقدم لنا أغنية ولو تزعل، ثم انتقل بعدها إلى الموسيقي نامق أديب القليل الإنتاج ليعمل له لحن أغنية رائعة التي انتشرت سريعا، أغنية تايبين، لتصبح على لسان كل العراقيين والعرب، ثم يعود بعدها لأحضان القرغلي الموسيقية لتكون له أغنية معه في لحن أيضا جديد هو أغنية كذاب. ولحن الموسم بعدما أدتها المطربة مائدة نزهت ولم تلقي تذوقا جماهيريا، ويمضي مشوار ياس خضر مع رحلاته وصولا إلى بقاع بعيدة عن العراق، إذ وجود الجاليات العراقية والعربية في لندن واستراليا وأمريكا، بعد أن صار له جمهور كبير ومحبون في كل دول الخليج العربي. وبدأ ياس خضر حياته قاطع تذاكر في مستشفى أبو صخير بالنجف، ثم بعدها تحول إلى نجم للغناء العراقي وأحد سفرائه المعتمدين في العالم والوطن العربي، حتى بات علامة مضيئة في سماء العراق. وبات هذا العراق اليوم حزينا، اللهم لا اعتراض على حكمك. وداعا
ياس خضر، وداعا يا أبا مازن، وداعا يا ليل البنفسج. العراق يخسر قامتين كبيرتين في يوم واحد. ونقول بعد هذا الحزن الذي خيم على قلوب العراقيين هذا اليوم: يا حلم، حلم يا مامش بمامش، طبعك قلبي من طباعك ذهب، ترخص واغليك واحبك، ترخص واغليك واحبك. انا متعود عليك هواي يا سؤلة سكتي. ابا مازن الكبير، ياس خضر، انا لله وانا اليه راجعون. لن ينسى صوتك الشجي العراقيين الممزوج بالحزن العراقي. إلى هنا ننهي قراءة هذا الخبر. لا تنسون الاشتراك في القناة والضغط لايك ليصلكم كل جديد. مع السلامة، متابعين متابعتي، إلى اللقاء.